السعودي ناصر والشمراني. الحكم كان يجب أن يطرد كل اللاعبين المغاربة المحتجين لأنه لم يظلمهم أبدا، والكرواتيون هم من تعرضوا للظلم. شدد ناصر والشمراني اللاعب السابق للمنتخب السعودي على ضرورة طرد لاعبي المنتخب المغاربي بعد احتجاجهم على لحكم القطري عبيد الرحمن الجاسم، مبرزا أنه يجب على العناصر الوطنية الاكتفاء بالمركز الرابع والاحتفال به. وقال الشمراني في لقاء على قناة الكأس القطرية: لماذا لم يحتج المنتخب المغربي على الحكم المكسيكي في مباراة فرنسا؟ الحكم القطري لم يظلمهم أبدا، بل المنتخب الكرواتي هو من تعرض للظلم. وتابع: الحكم لا يستحق تهجم المغاربة عليه، لأنه عربي قطري خليجي، وكان يجب أن يقوم بطرد كل لاعبي منتخب المغرب المحتجين. وختم حديثه قائلا: من المفترض أن يكتفي المنتخب المغربي بالمركز الرابع في كأس العالم والاحتفال به، لأنه ولا أحد كان يتوقع في الأصل وصول المغرب لهذه المرحلة. وانهزم المنتخب المغربي أمام كرواتيا ب2-1 في مباراة الترتيب التي جمعت الطرفين أمس السبت ليختتم مشاركته في كأس